بسم الله الرحمن الرحيم. رضا عبد الهادي درويش، المدير التنفيذي والممثل القانوني لمدرسة المنار الإسلامية الخاصة التابعة لمجموعة مدارس 30 يونيو. مدرسة المنار 30 عاما من التميز والإبداع. كان من ضمن الجوانب والأهداف المهمة بالنسبة لي وبالنسبة للمدرسة إن احنا نعمل على تطوير الجانب العلمي والتكنولوجي والبحثي للمدرسة بفضل المولى عز وجل، ثم دعم مجموعة مدارس 30 يونيو بقيادة معالي المستشار هشام بيه جعفر نائب رئيس المجموعة مدير المكتب الفني وزملائي في المكتب والشركة. تم اختيار المدرسة لتركيب وتجهيز معمل استيم ومعمل علمي تكنولوجي بحثي متطور. المعمل ده يتم تركيبه في المدرسة إن شاء الله خلال أسبوع أو 2 بالكثير إن شاء الله من بعد أجازة العيد. تم تدريب عدد 6 من المعلمين والمعلمات ومشرف معاهم على أعلى مستوى. الفترة الجاية إن شاء الله هنحاول نزود العدد شوية من المعلمين والمعلمات اللي هيتم تدريبهم. الشغل ده هينقل إن شاء الله المدرسة علميا وبحثيا وتكنولوجيا إن شاء الله نقلة كبيرة، لأن أنا أعتقد إن المعمل ده مش موجود في أي مدرسة من محافظة المنيا. لا أتذكر ذلك يعني في أو ما فيش، بس أعتقد إن ما فيش في أي مدرسة. كل الشكر والتقدير للمكتب الفني بقيادة معالي المستشار هشام بيه جعفر، كل الشكر والتقدير للشركة المنفذة، كل الشكر والتقدير لزملائي المعلمين والمعلمات اللي هم المتدربين ولأولياء الأمور ولكل من ساندنا ودعمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معمل ستيم يجمع بين العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والفنون والهندسة. في معمل ستيم الطالب يقدر يصمم حاجات كتيرة جدا. مثلا ممكن يقدر يعمل جسر أو مبنى صغير باستخدام مواد زي الخشب أو البلاستيك حسب المشروع بتاعه. في ستيم كمان الطالب يقدر يعمل روبوت بسيط باستخدام البرمجة والمكونات الإلكترونية. في ستيم كمان ممكن نقدر نعمل لعبة إلكترونية عبر برمجة الأكواد خلال الكمبيوتر. في ستيم كمان بنقدر نعمل تصميمات ثلاثية الأبعاد باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج منتجات صغيرة. في معمل ومختبر ستيم هنقدر كمان نعمل دائرة كهربائية لتشغيل المصباح الكهربائي ومروحة صغيرة عن طريق البرامج الخاصة بالكمبيوتر. لماذا ستيم؟ لأن التعلم ليس مجرد كتب وواجبات، بل هو تجربة مشوقة تجمع بين العلم والابتكار والتطبيق. تفتح مدرستنا أبوابها أمام الجيل القادم من علماء ومهندسين ومبرمجين ومبتكرين مع مختبرات ستيم الجديدة كل يوم.